لو انت او عميل عندك مركز بس على رقم الميزان او البي ام اي، فانت شايف جزء صغير من الصورة. ممكن حد وزنه مثالي على الورق لكن صحته من جوه مش احسن حاجة، والعكس صحيح. عشان كده لازم نوسع النظرة ونبص على مؤشرات بتقول الحقيقة فعلا. خليني احكي لك حكاية عن عميل كان وزنه عالي شوية، وكل تركيزه ينزل الرقم بسرعة، لكن لما قسنا محيط الخصر لقيناه عالي، وده دليل ان الدهون الحشوية حوالين الاعضاء عالية. ولما بدأنا نشتغل الهدف ما كانش الميزان بس، كان تحسين صحته من جوه. مع الوقت الضغط، ال HbA1c، تحسين السكر، وده معناه ان التحكم في السكر بقى افضل بكتير. كمان بصينا على دهون الدم، لان الكوليسترول والدهون الثلاثيه ليهم دور كبير في صحه القلب. ومع التمرين، خصوصا تمارين المقاومه عاليه الشده بحجم قليل، قدرنا نحسن حاجه مهمه جدا اسمها الكارديو ريسبيراتي فيتنس، ودي من اقوى المؤشرات المرتبطه بطول العمر وتقليل المخاطر الصحيه. الفرق بين التفكير القديم والتفكير الجديد انك تبطل تختزل الصحة في رقم واحد. زمان كان الهدف ينزل وزن وخلاص، دلوقتي الهدف اني احسن جودة حياتي. العميل ده رغم ان نزوله كان تدريجي لكن طاقته بقت اعلى، نومه اتحسن، قوته في التمرين زاد، وده انعكس على يومه كله. النقطة المهمة انك تركز على مؤشرات تقدر تحس بيها وتتبعها، زي محيط الخصر، ضغط الدم، التحاليل، قوتك في التمرين، قدرتك انك تتحرك من غير تعب، صور قبل وبعد. كل الحاجات دي بتقولك انت ماشي صح ولا لا. حتى لو الميزان مش بيتحرك بسرعة، الخلاصة ان الصحة مش رقم على الميزان، دي مجموعة إشارات لو اتحسنت جسمك كله بيتحسن. لما تغير الهدف من شكل بس لوظيفة وصحة، هتوصل لنتيجة تعيش معاك. لو انت عايز تتابع تقدمك بشكل أذكى من الميزان بس، تابعني هوريك ازاي تقيس صحتك بطريقة احترافية.